كوباية شاي إنما إيه، في طيبة ناس ولقمة عيش تجمع الفقير والبيت، في قعدة الصبح عالكورنيش في كوباية. أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من برنامج حديث الساعة، اليوم عن الحب والحكمة. لكن لا أنسى أن أقدم الشكر مديرية الطب البيطري والسيد المحافظ على عدم الرد أو إصدار أي بيان بخصوص الحلقة الماضية. هو أنت بتقول إيه يا أسامة؟ زمان الناس بتسأل نفسها بتقول أنت بتقول إيه يا أسامة؟ حب إيه وحكمة إيه؟ أحب أن أؤكد إن لازم يكون في حب لمصر، حب للوطن، يكون لكل مسؤول حكمة في الإدارة قد العمل بتاعه. أذكر الآن كلمة السيد رئيس الجمهورية اللي قالها عن السادة المحافظين، إن المحافظ اللي مش قادر يقوم بشغله يتفضل مشكورا ويقدم اعتذار عن العمل أحسن. وهنا لازم أقف وقفة ويكون في رسالة لكل محافظ على أرض مصر تخص الشعب المصري كله. عايز أقول لكم إن كل راعي مسؤولا عن رعيته، وربنا هيحاسبنا على كل الرعية. عايز أقول لكم إن سيدنا عمر قال لو تعثرت دابة في العراق أسأل عنها. فتخيل معايا يا سيادة المحافظ، مهما كانت محافظتك انت عندك كام نسمة وربنا هيسألك عنهم ازاي. مش بس المحافظين والسادة النواب والسادة مديرين وكلاء الوزارة ومديرين المديريات، كل راعي مسؤولا عن رعيته. السيد المحافظ الدكتور الدؤوب على العمل اللي موجود 24 ساعة في ال 24 ساعة، الدكتور طارق رحمي، هل يجوز حفظ المذكرات اللي بتجيلك فيها شكاوي عن بعض المديرين أو عن وكلاء الوزارات؟ هل يجوز حفظها بدون التحقيق فيها؟ انت بتقول الكلام ده ازاي؟ بقول الكلام ده لأن في سيدة مظلومة اسمها الأستاذة حنان قمر الدولة بعتت لمعاليك، ويمكن واضح قدامنا دلوقتي صورة الفاكس، صورة الواتس اللي مبعوت عليه، اللي هو شكاوي المحافظة، مبعوت عليه مذكرة من السيدة حنان قمر الدولة ضد الدكتور حاتم عما يحدث داخل مديرية الطب البيطري وتعنده والعمل الدائم بمشدة، ضغط نفسي، ضغط عصبي. وتؤكد في شكواها، ويمكن ظاهرة دلوقتي قدامنا على الشاشة، وتؤكد في شكواها ان مفيش حاجة عنده اسمها إدارة شؤون قانونية او إدارة مالية. لازم ترجعوا لي في كل قرار، كل صغيرة وكبيرة تعرض عليا ويأجل، تعرض ويؤجل، تعرض ويؤجل. من بعض الحاجات اللي ذكرتها وهي ان هو لم يعترف بحاجة اسمها الإدارة القانونية، حتى في التظلمات الداخلية. وهي قالت كده على نفسها انه كان بيطلب مني ان انا اتصل باللي مقدم التظلم عشان يقوم بالاعتذار لمعالي مدير المديرية الدكتور حاتم علشان يتم البت في المذكرة او يتم البت في التظلم بتاعه. هل كل ده يا سيادة المحافظ حصل وانت ما تعرفش؟ حتى ذكرت بشأن التوقيع على قرار فصل ل100 دكتور، المسابقة التي أصدرت منها حكم محكمة بفصل 100 دكتور، ماشي، قال لها امضي طبقا
لما كتبته في المذكرة، قال لها وقعي على القرار بدون أن تترخي توقيعك، ما تثبتيش تحت توقيعك تاريخ. السؤال هنا، وده جالنا طبقا للمذكرة اللي معليك شايفها دلوقتي يا سيادة الدكتور طارق رحمي، المذكرة اتبعتت لمعاليك على الواتس أو شكاوي المحافظة يوم 1/1. بتقول وفوجئت، أو في رسالة قالت لي فوجئت بأن تم قرار من السيد المحافظ، توقيع قرار من السيد المحافظ وهو برضو موجود دلوقتي على الشاشة، يوم 4/1 بإيقافي عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات. طب ده لمصلحة مين؟ ده لمصلحة مين يا سيادة المحافظ؟ مذكرة تانية وهي مقدمة من الباحث القانوني الأستاذ أحمد خيري بالطب البيطري، وصلت لمعاليك يا دكتور طارق رحمي، أكد فيها أن يكون موجود عامل على قيد معين في الطب البيطري اسمه عيد الشناوي، ويقوم بالتوقيع حضور وانصراف وبيستلم كل مستحقاته من المديرية، ومع ذلك غير متواجد بالمديرية نهائي. طيب، وذكر ان هو في مرة من المرات ذلك المحقق اللي هو الأستاذ أحمد ذكر في المذكرة بتاعته وبرضه موجودة قدامنا على الشاشة انه فوجئ ان العامل دوت او الموظف دوت ملهوش انتداب في اي مصلحة حكومية اخرى، ولكن مع تردده على النيابة الادارية فوجئ ان هو شاف الموظف ده وهو بيقدم شاي وقهوة او مشروبات للسادة اعضاء النيابة الادارية. وتم ايه اللي تم فيه؟ الآن وبكل صراحة اتمنى من معالي محافظ الغربية بإصدار بيان رسمي عن ذلك المذكرات وكل ذلك المشاكل اللي وردت في المذكرات دي. محتاجين بيان توضح لنا يا معالي المحافظ ايه اللي بيحصل لما بيجيلك مذكرات، فين الردود عليها. لازم احنا كإعلام نوجه ضوء على كل من يخطئ، ونوجه الضوء على كل من يقوم بشيء صح نعمل له تعظيم سلام. استكمالا للحلقة الماضية، تم الحصول للبرنامج على بعض إقرارات من الفلاحين بأنه لا يوجد متابعة من الطب البيطري للماشية كما ذكرنا في الحلقة الماضية. واكتشفنا أيضا ووصلنا مستندات أيضا عن بعض الأدوية الخاصة بالماشية التي تم التلاعب فيها في مدة صلاحيتها. انتظروني في الحلقة القادمة عن المكافآت الشهرية اللي بتطلع من صندوق التأمين على الماشية من بدل 300 ساعة إضافي، من مكافحة الوقاية، من صندوق المجازر، من صندوق العلاج الاقتصادي بالمستندات. مش هتكلم إلا بمستند بكل وضوح. أنا بطلع أقول للسيد المحافظ أو للسيد المسؤول أنا مفيش بيني وبينك أي خلاف، أنا لن أتبع شخص، لن أتبع حزب، لن أعمل على مصلحة شخصية، بل كل همي المواطن المصري الفقير اللي دلوقتي بيلاقي كيلو اللحمة ب400 جنيه. ليه 400 جنيه؟ لأنه زي ما الفلاحين بعتولي إقرارات إن كل واحد ماضي عليها بخط اليد إن مفيش حاجة اسمها متابعة بيطرية، فطبيعي مفيش إنتاج حيواني، طبيعي لازم الدنيا تغلى، طبيعي لازم يكون كيلو اللبن ب30 جنيه وب35 جنيه. سيادة المحافظ،
انا عرضت امام معاليك على الشاشة مذكرات وصلتني واتمنى رد معاليك. وبرضو بأكد للسيد مديرية الطب البيطري بالغربية، احنا لينا حق ان احنا نسلط الضوء على كل شيء صح وعلى كل شيء غلط. الصح نعمل له تعظيم سلام، والمخطئ نقول له حضرتك مخطئ. فأتمنى ببيان يرد على ما حدث، إن كان في المذكرات اللي راحت للسيد المحافظ أو في الحلقة الماضية، واللي الفلاحين بعتولي إقرارات بخط اليد وهي معلنة أمامكم الآن إن مفيش حاجة اسمها علاج بيطري للماشية. أتمنى سرعة الرد، أتمنى إن يكون في حد بيحب مصر. مصر محتاجة حب كل مسؤول، وأكرر أن كل راعي مسؤولا عن رعيته أمام الله. فعايز أقول لكل محافظ أنت ستحاسب عن كل فرد داخل محافظتك، لكل وكيل وزارة عن كل واحد بيعمل معاك في العمل. أتمنى أن يكون بيننا الله فقط، الله ثم الوطن ثم مصر اللي بتجمعنا كلنا. أتمنى إن احنا كلنا نحب مصر. أقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الحب. انتظرونا في حلقة جديدة مع حديث الساعة وأحد الملفات الساخنة عن المكافآت وعن القروض البيطرية. في قعدة صبح عالكورنيش، في كوباية شاي إنما إيه، في طيبة